عمرك حسيت إنك طول الوقت بتحاول ترضي الناس؟ تصحى من النوم وتبدأ تفكر في مشاعر غيرك قبل مشاعرك، تحاول تتجنب المشاكل وتخلي الكل مرتاح، بس في الآخر أنت اللي بتتعب. اللي محدش بيقوله إن رضا الناس مرهق، والمفاجأة رضا الناس مش بيرضيهم أصلاً. فكر كده في الناس اللي فعلاً بتحترمهم. هل هم اللي بيوافقوك على طول، ولا اللي بيقولوا الحقيقة حتى لو كانت صعبة؟ إحنا ساعات بنقول وإحنا جوانا لأ، وبنبتسم وإحنا مش مرتاحين، والنتيجة محدش عارف حقيقتنا. الناس مش بتحبك علشان ترضيهم، الناس بتحبك لما تكون أنت من غير تصنع، حتى لو ده زعل حد شوية. إحنا اتعلمنا إن اللطافة معناها ترضي الكل، بس الحقيقة العلاقات اللي بتدوم مش مبنية على التجمل، مبنية على الصراحة. قول لأ لما تبقى مش حابب، قول أنا مش مرتاح بدل ما تتكتم. الناس بتحترم اللي بيكون واضح، مش اللي بيقول حاضر وهو جواه مكسور. عارف التعليمات اللي بيقولوها في الطيارة؟ البس الماسك لنفسك قبل ما تساعد غيرك. فيها حكمة عميقة. لو كوبايتك فاضية مش هتعرف تدي حاجة لحد. ساعات بندي من تعب، من إحساس بالذنب، أو لمجرد الخوف من الزعل، بس ده مش عطاء، ده استنزاف. إمتى آخر مرة سألت نفسك إيه اللي بيشحنك وإيه اللي بيفرغك؟ العطاء الحقيقي بيبدأ من كوباية مليانة. عمرك شفت حد وجوده بس بيشدك؟ مش شكله، مش لبسه، في طاقة كده مغناطيسية. السر هو مش بيستعطف ولا بيطلب إعجابك، هو مرتاح في نفسه وبيعيش على طبيعته من غير ما يمثل. الناس اللي دايماً بتحاول ترضي، الناس بتحس إن في صفقة خفية، أنا هريحك بس اقبلني، وده بيخنق. أما اللي عايش على حقيقته بيشارك من وفرة مش من نقص، وده هو اللي بيخلي وجوده مريح ومحبوب من غير ما يحاول. انت مش محتاج تستنى حد يقولك ينفع تكون نفسك. الإذن اللي بتدور عليه انت اللي مفروض تديه لنفسك. احنا بنطلب إذن لكل حاجة، إذن نرتاح، إذن نتكلم، إذن نرفض، مع إن الحقيقة انت صاحب القرار. كونك مراعي مش معناه تنسى نفسك. خد نفسك في الحساب وحاول تعيش على حقيقتك، مش الدور اللي الناس متوقعينه منك. كل واحد فينا ليه حكاية وليه نقطة تأثير محدش غيره يقدر يوصل لها، بس لو فضلت تقلد رسالتك هتفضل مدفونة تحت توقعات الناس. انت شبه مين؟ دي مش أهم سؤال، الأهم انت ازاي شايف العالم، وايه اللي بس انت تقدر تضيفه. الناس اللي غيرت العالم ما كانوش بيقلدوا، كانوا بيكونوا نفسهم، وده اللي خلى تأثيرهم حقيقي. فكر في نفسك كأنك مدير لشركة، بس الشركة دي هي طاقتك العاطفية. كل يوم في ناس وأنشطة بتشحنك وناس بتسحبك وتفرغك، بس إحنا بنتابع مش بنختار. نقعد في مكالمات بتستنزفنا ونفكر في حاجات مش بإيدينا، ولما نتعب نلوم الحياة، مع إن اللي حصل إحنا صرفنا رصيدنا غلط. ابدأ تراقب إيه اللي بيخليك تحس إنك نفسك، وإيه اللي بيخليك تمثل، وهتعرف تحمي طاقتك قبل ما تفرغ. معظم الناس فاكرين إنك يا تبقى صريح يا تبقى مؤدب، بس الحقيقة الصراحة اللي فيها احترام بتبني مش بتكسر. قول اللي حاسس بيه بس من غير ما تفرغ غضبك في وش اللي قدامك. المقياس الحقيقي لأي تواصل مش نيتك، رد فعل اللي سمعك. لو الكل دايماً بيفهمك غلط يبقى طريقة كلامك محتاجة تتعدل مش نيتك. اعرف حقيقتك، قولها بلطف وسيب التاني يتفاعل بطريقته. دي مهارة ومش أي حد بيعرفها. الحياة الحقيقية
مش قرار بتاخده مرة، ده تدريب بيحصل كل لحظة. معظم الناس عايشين على التيار الآلي، بيردوا، بيتكلموا، بيختاروا من غير ما يسألوا نفسهم هو أنا بعمل كده علشان مقتنع ولا علشان متعود. كل لحظة فيها فرصة تختار، تمثل ولا تكون، تريح الناس ولا تكون حقيقي، تسكت ولا تتكلم بصدق. مش الهدف إنك تبقى مثالي، الهدف إنك تبقى واعي. كل مرة تفوق فيها وترجع لنفسك دي لحظة حقيقية. والحياة ما بتتجمعش من إنجازات، دي بتتجمع من لحظات زي دي. لو الكلام ده حرك فيك حاجة أو خلاك تبص لنفسك بشكل جديد، ما تسيبوش يعدي كده. اعمل لايك للفيديو وسيب تعليق تقول فيه هبدأ أكون نفسي. وافتكر القناة دي معمولة علشانك، علشان نفوق مع بعض ونعيش الحياة بجد. اشترك في القناة وخليك دايماً مع Limitless لولو.